صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيزا ليك. حلقه النهارده هتكون في قبل التاريخ، هتكون في الاول خالص. بس عشان نتكلم عنها نعرف الاول التاريخ بيتقسم لايه. التاريخ عندنا دايما بيتقسم لثلاث حاجات: ما قبل طوفان نوح، وما بعد طوفان نوح، وما بعد ميلاد سيدنا المسيح. فحلقتنا النهارده هتكون بنتكلم عن واحد ما بعد طوفان نوح بحبه صغيرين. هنتكلم عن اول جبابرة الارض، هنتكلم عن الملك النمرود. بس نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده بحديث عن اشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بيقول فيه ايه؟ ملك الارض 4 مؤمنان وكافران، اما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين، والكافران النمرود وبخت نصر. النهارده هنتكلم عن النمرود. اول حاجه اسمه النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح، وفي اختلاف هل هو ابن سام او ابن نوح. طبعا احنا عارفين ان في فرق بين سام، ان نوح سيدنا نوح عليه السلام كان مخلف سام وحام ويافس وكنعان. سام اللي هو ابو العرب، حام اللي هو ابو الحبش، ويافس اللي هو ابو الروم، وكنعان اللي هو غرق لما قال له تعالى اركب معايا السفينه، قال له انا سآوي الى جبل يحميني الله يرحمه. فهو دلوقتي ايه الاختلاف في النمرود؟ ان هو هل هو ابن سام ولا ابن حام؟ بس هو في الاول وفي الاخر من سلاله سيدنا نوح، ولقب برضه بالهمر والضاحك وزهاق. عاش النمرود 900 سنه، 100 سنه قبل الحكم، 400 سنه حكم فيهم، 400 سنه اتعذب فيهم بعد حكمه. وهنتكلم ازاي. ابتدت حكايه النمرود بان هو كان واحد من اصل 6 اخوات، وفي ليله كان بيستحمى بيها في القصر بتاعه في وسط الخدم بتوعه والحاشيه. دخل له واحد احدب وشكله وحش جدا، ودخل يتكلم معاه قال له: أأنت من تريد أن تحكم العالم وتغسل النساء كفك؟ فطبعا النمرود اتنرفز جدا من اللي هو ده ازاي تخش جوه قصري وازاي تتكلم معاه كده اصلا. فامر الخدم بتوعه ان هم يخشوا ويقتلوه ويقتلوا كل النساء اللي موجودين معاه في الحمام. وده لان النساء كانوا يطلعوا يقولوا اللي حصل لوسط القريه كلها وهيتفضح فضيحه المنطقه. وبالفعل دخل الحشم وقتلوا كل الستات وقتلوا الراجل. والراجل النمرود غضب جدا ودخل غرفته علشان يلاقي نفس الراجل البشع الاحدب اللي كان ميت بره، لقاه جوه في اوضته. قال له: انت ازاي هنا وانا شايفك بعيني ميت بره؟ قال له: انا ملك الظلام عندما وجد. وطبعا كلنا عرفنا مين ده. ده كان ابليس عليه لعنه الله. وقال للنمرود: انا مستعد اعلمك السحر واديك قوه فظيعه جدا تبقى اقوى ساحر في الكون، بس بشرط ان انت ترضى تسجد ليا. وبالفعل النمرود ما كدبش خبر، وفعلا سجد لابليس وتحالف معاه. وده كان اول تعاهد بشري ما بين انس ما بين الشيطان، كان مع الملك النمرود. وفي ناس بيقولوا ان دي كانت اول ماسونيه، بس مالناش دعوه بيها دلوقتي خالص. فترة حكم النمرود كانت من 2500 قبل الميلاد لسنة 2100 قبل الميلاد. وقتها كان معظم الناس بيعبدوا الشمس والقمر، بس هو كان بيعبد الأصنام. ازاي كان إله وبيعبد الأصنام؟ مالناش دعوة بالحتة فيها، هو دماغه جايباه على كده. وفي ليلة سودة في سنة غبرة اتنيل على عينه النمرود ونام وحلم إن في كوكب ظهر في السماء وحجب نور الشمس عن الأرض كلها. وطبعا زيه زي اي ملك زي نيلة بيطلع الناس العرافين بتوعه يقول لهم فسروا لي الحلم ده. طبعا نفس التفسير اللي برضه يشابه تفسير سيدنا فرعون سيدنا موسى، قال له في ولد هيطلع من السنه دهيت من الحاشيه بتوعك هينهي حكمك وهياخد عرشك. فطبعا زيه زي اي مستبد شاطر عارف اللي عليه، امر بقتل كل الاطفال اللي اتولدوا السنه دي. وعلى حظه كان سيدنا ابراهيم اتولد السنه دي، وقدرت امه انها تخبيه في كهف وتحميه منه لحد لما كبر وقدر ان هو يشتد ساعده. وبدا بقى قصته في ان هو يعرف الله والكلام ده. كان دايما السوق الكبير اللي فيه الاكل في مدينه اكاد اللي هي كانت اكبر عاصمه من عواصم النمرود. وكان دايما الناس علشان يشتروا من السوق الكبير كده كان بيقعدوا وبياكلوا وبيبقى في وسط الرعيه.
فكان نمرود دايما بيمشي بينهم ويسالهم كده بكل تفاخر، كان مغرور جدا وبيسالهم بكل تفاخر من ربكم الاعلى؟ بيقولوا انت يا مولاي. استغفر الله العظيم يا رب طبعا يعني. بس في حظه الحلو وقع في سيدنا ابراهيم، فبيقول من ربكم الاعلى؟ قال سيدنا ابراهيم، وطبعا اتقالت في القران في سوره البقره الايه 258: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية واضحة. قال نمرود ربنا بيحيي ويميت، فجه نمرود جاب اتنين محكوم عليهم بالاعدام، قال له اذا مت هذا واحييت هذا فانا احيي واميت. قال له الله ياتي بالشمس من المغرب من المشرق اتي بها انت من المغرب، هات انت بقى يا حدق من المغرب. طبعا ما قدرش يعمل اي حاجه وشكله بقى وحش جدا قدام الشعب، فعشان كده ما قدرش ان هو يقتله، لان هو لو كان قتله كان هيبان ان هو ضعيف وسابه يمشي. بس بدأت تكبر شوكة سيدنا إبراهيم وبدأ يدعو الناس لعبادة الله الواحد وترك الأصنام، وحصلت القصة الشهيرة بتاعته إن هي يكسر الأصنام كلها ويحط الفاس بتاعه على راس أكبر صنم ويقول لهم إن هو اللي كسر الأصنام، والناس ما كتبتش خبر. وسبحان الله من غبائهم قالوا له إن التمثال ده اللي بيأذي ولا بيضر هو اللي هيكسر باقي. طب يا حمير ما هو لا بيأذي ولا بيضر هتعبدوه ليه؟ بغض النظر خدوه وراح للنمرود. وهنا بقى النمرود ما كدبش خبر، جات له فرصته لحد عنده، امر ان هو يجمعوا نار كبيره جدا وتفضل قايده لمده 3 ايام، ورمى فيها سيدنا ابراهيم. وهنا كانت معجزه سيدنا ربنا لسيدنا ابراهيم ان النار كانت بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم. ربنا ما قالهاش بردا بس عشان ما يتجملش، قال بردا وسلاما، وما حرقتش اي حاجه غير الحبل اللي كان مربوط بيه سيدنا ابراهيم. عدى 3 ايام النار اتطفت وبقى كل حاجه رماد الا سيدنا ابراهيم، وطلع من النار ولا كأن اي حاجه. اتجنن النمرود، ازاي كده يعني؟ ازاي انا حرقك بايدي وما اتحرقتش ما حصلكش اي حاجه؟ وهنا اعلن تمرده عن ابليس وعصاه وقال له وصار عليه وقال له انت كذبت عليا، انا مش اقوى ساحر على وجه الارض، ازاي ساحر ابراهيم نجاه من النار وانا ما قدرتش احرقه؟ وهنا حاول ابليس يقول له ان ابراهيم ده شيطان او ملاك، بس ما صدقوش النمرود وفعلا تمرد عليه وبعد عنه. وهنا يقال مقولة كده صغيرة بس احنا مش عارفين هل هي ادخلت على القصة ولا هي حقيقية، ان ابليس حب ينتقم من النمرود وفراح قال له انا مستعد ان انا امرمغ وشي تحت رجليك بس ان انت تعفو عني، وفعلا عمل كده وباس كتفه اليمين وكتفه الشمال. وبيقولوا ان النمرود يوميها بالليل طلع له افعتين من كتافه بقوا ياكلوا دماغ ادمغة العيال الصغيرة، بس بقى بيجيب لهم رجاله كبيره نساء ما كانوش بياكلوه لما كانوا بيجروا بيبداوا يعضوه هو نفسه في دماغه. ما نعرفش الكلام ده كان صح ولا كان غلط، بس ممكن تكون دي ادخلت عليه. بس هنا فعلا النمرود اتمرد على ابليس وامر المهندسين بتوعه ان هم يبنوا برج كبير اللي هو قصر بايل، اللي هو برج بايل اللي هو كان من عجائب الدنيا السبعه زمان، واتبنى على على مساحه 92 متر، كان 8 ابراج فوق بعض زي الصوره اللي هنشوفها، ومساحه وارتفاعه 550 ذراع. وطلع النمرود فوق البرج وبدأ يطلق بالسهام على ناحية السماء علشان قال ايه؟ يقتل رب العرش، يقتل ربنا عز وجل. وفي مرة رمى السهم فباين خبط في طير فوق وقع دامي، يعني طلع عليه دم يعني، فهو ظن ان هو قال ايه كده؟ قتل ربنا عز وجل الحي الذي لا يموت. ونزل وبدأ يحتفل بالناس، بس ربنا أرسل عليهم غضبه في صورة صواعق وفي صورة رعد، لدرجة إن تبلبلت ألسن الناس، لدرجة إن هم بقوا يتكلموا 73 لغة، وهم كانت لغتهم الأساسية السريانية. وهنا فجر بقى النمرود وبدأ يطغو في الأرض فساد أكتر من كده، بس من رحمة ربنا بعت له 3 رسل، كل رسول يدعوه الى عباد الله وترك الاصنام، ولكن النمرود كان بيرفض، وبعت له الثاني وبعت له الثالث.
بس اخر رسول من الله عز وجل قال له عد عدتك في 3 ايام، يعني جهز جيشك وجهز اقوى حاجه عندك في 3 ايام. وهنا ظن النمرود ان هو هيحارب، استغفر الله العظيم يا رب، الله عز وجل لو هيحارب جيشه وهينتصر عليه ويبقى هو بقى ملك الالهه بقى ساعتها. وبالفعل خلال 3 ايام اقام النمرود اقوى جيش عرفته البشريه، لدرجه ان خطوه الجيش ده كانت بتهز الارض تحت الجيش. ووقف واستنى جيش ربنا بقى ان هو يجي يهاجم عليه، ولكن اقوى جيش على وجه الارض سبحان الله ربنا بعت له اصغر جيش على وجه البسيطه، بعت له سرب من الناموس، سرب كبير جدا لدرجه ان هو غطى عليهم نور الشمس. السرب ده من كتره اكل لحم الجنود بتوعه وسابهم كلهم على العظم. وناموسه واحده اللي قدرت تدخل في مناخير النمرود وفضلت تعذبه لحد لما هرب منها من الناس كلها لقصره في برج بابل، وقعد 400 سنه اللي هي مقدار حكمه. 400 سنة الناموسة جوه مناخير جوه راسه هوت، كل لما تلف وتفوق هوت يضرب نفسه بالنعال ويخلي الخدم بتوعه يضربوه بالنعال علشان تسكت، علشان يبطل العذاب اللي هو فيه. قعد 400 سنة يتضرب بالجزم، شوف عشان تحدى الاله سبحان الله عز وجل. انت قعدت 400 سنه اقوى واعظم ملوك الدنيا، وربنا عرض عليك الرحمه وانك تتوب، الا ان انت كفرت بالله ووقفت وبقيت عبره لمن تعتبر، ومات في الاخر بالجنون من كتر ما خد الجزمه على دماغه، وبقى عبره فعلا لمن يعتبر. وده عبره لكل حاكم تسول ليه نفسه ان هو يطغى في الارض ويبقى فاسد، يبص على النمرود اللي اقوى طواغيت الارض ما يجيش حصوه في جبل النمرود. مات في الاخر، قعد 400 سنه يتعذب بانه ياخد بالجزمه فوق دماغه. شوف الذل، شوف الذل، قعد 400 سنه ياخد بالجزمه فوق دماغه لحد لما مات ذليل زي اي حد. واتدفن النمرود ومحدش لحد النهارده يعرف قبره فين. قالوا ان هو لقوه في العراق ولقوا مقابر، لكن كذبت الكلام ده، لان لحد دلوقتي قبر النمرود ما تعرفش هو فين. وفي اخر الحلقه احب اشكركم جدا على الكومنتات اللي ظهرت عندي والمشاركه الجميله. ولو انت اول مره تشارك معانا في القناه يسعدني اشتراكك وتعمل سبسكرايب وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده يا سيدي، اشوفكم دايما على خير. سلام.